تعالوا بقى كده النهاردة نوفر مع بعض ونعمل كمية محترمة جدا من البوريك بتاع الأفران المحشي بالجبنة والسادة زي ما احنا عايزين. النهاردة هنعمله بدون زبدة وبدون لبن وبدون بيض وبدون أي تكلفة تماما. يلا مع بعض بسم الله. يلا نجيب كوباية إلا ربع من المية الدافية وعليها باكو من الخميرة وعليها معلقة من السكر أو معلقتين من السكر وعليها معلقة من صلصة الطماطم الجاهزة عادي جدا أو أي صلصة متجمدة عندك في الفريزر، وهنحط عليهم معلقتين من الزيت بنفس المعلقة وهنضرب الكلام ده كله. وبعدين هننزل عليهم بكوباية ونص من الدقيق، بس هنحط الكوباية دلوقتي والنص خليه كمان شوية. ودي معلقة من اللبن البودر، أو لو مش عايزين تحطوا لبن بودر بلاش براحتكم، مش هتفرق معاكم قوي. هنقلب الدقيق وطبعا زي ما قلت لكم هنحتاج كوبايه ونص كلها، بس انا هحطهم بالتدريج. كده حطينا شويه، هنكمل بقيه النص كوبايه بس تدريجيا زي ما اتفقنا مع بعض. كده كل شويه نحط شويه من نص كوبايه الدقيق. هنبدا بقى نعجن بايدينا في الوقت ده علشان نبدا نلم في العجينه بايدينا كده زي ما احنا شايفين. كده خلاص خلصنا النص كوبايه كله، كوبايه الدقيق كلها. العجينه هتبدا تلم معانا بس هتكون بتلزق علشان ايدي لسه فيها عجين. كده شايفين يعني عشان ايدي فيها عجين بتلزق جدا. هروح اغسل ايدي بقى وادهنها دهنه زيت، وهدهن ايدي برضو دهنه زيت هتلاقوها لمت معاكم كده زي ما احنا شايفين اهي ما شاء الله لمت وطريه وتحفه. هنسيبها بقى تخمر ساعه لحد ما يتضاعف حجمها مرتين 3. وادي حته الجبنه اللي احنا عاملين الموال ده كله عشانها. هنجيب بقى العجينه بعد ما خمرت وهناخد منها حته صغنونه جدا، يعني كده لا تتعدى مثلا 3-4 جرام. وهناخد من الجبنه بتاعتنا وهنحشي بقى البوريك بتاعنا الجامد بتاع الافران. سهل جدا واقتصادي، بكوباية دقيق او كوباية ونص دقيق هنعمل اكتر من حاجة و30 واحدة من البوريك. هناخد كده واحدة ونحط فيها الجبنة ونبدأ نقفل عليها كده زي ما احنا شايفين، ونعمل شكلها كده بيضاوي زي البوريك بتاع الافران بالظبط. وهنحط البوريك في الصينية على الناحية المتقفل عليها كده زي ما احنا شايفين. اعمل معاكم واحدة كمان وكده خلاص، وهتخلصوا الكمية بسرعة جدا وبجد تحفة. كده اهو هنعمل بقى كل الصاج بتاعنا كده زي ما احنا شايفين. وبعد ما هنخلصه كله هنغطيه بالفوطة تاني وهنسيبه نص ساعة كده يتخمر تاني. وبعد ما يتخمر بقى هنبدأ نجيب معلقتين من اللبن او ممكن معلقتين من المية وندهن وش البوريك بالراحة كده زي ما احنا شايفين. بس لازم نكون دهنين يكون الوش طري علشان لما نيجي نرش عليه حبة البركة تلزق عليه كويس. وكتروا بقى في حبة البركة لانها صحية جدا في الاكل للاولاد، للذاكرة وللمناعة وفوائدها كتير جدا حبة البركة. فكتروا حبة البركة على البوريك كده زي ما احنا شايفين، وهتلزق حبة البركة هتلزق حلو جدا باللبن. هنحطه بقى في فرن درجة حرارته 180، بياخد له من ربع ساعة لتلت ساعة مش اكتر من كده. تشغلوه فوق وتحت، هيستوي من فوق وتحت مرة واحدة لو الفرن بتاعكم بيستوي مرة واحدة. لو مش بيشتغل مرة مع بعضه هتشغلوا تحت وبعد كده تبدأوا تشغلوا فوق. وكده خلاص طلع من الفرن تحفة. نغطيه بس 10 دقايق علشان نعرف نطلعه من الصاج ويطرى معانا، ما نرشوش مية ولا اي حاجة. مجرد ما هنغطيه هيطرى وهيطلع عادي جدا من الصاج. بصوا ما شاء الله هتلاقوه بيطلع بسهولة جدا. لما نجرب كله هتلاقوه بيطلع عادي جدا، وده طبعا بسبب ان احنا غطيناه شوية. وكده خلاص كله بقى اجمد شوية بريك بجد تحفة وسهل ومش هياخد معاكي وقت خالص، وبقى شوية مكونات اقتصادية من البيت. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة ونورتوني. باي باي.